انعم حاجه في وصفات العيد هي ايه؟ هي الغريبه. يعني بجد يعني اللي ما دقش الغريبه قبل كده او ما بيحبهاش فايته كتير الصراحه، حلوه قوي. النهارده دي الوصفه الثالثه هنعمل فيها الغريبه. بالظبط كده. وبرده زي ما قلنا كل مره بالكوبايه، انا هقول لكم المقادير المقادير بالكوبايه، وبرده مش هقول المقادير لكم دي بتاعت بالجرام. بره. هقول لكم بالكوبايه عشان الناس اللي ما عندهاش ميزان وبتتضايق قوي اللي احنا بنعمل بالجرامات، فالكوبايات هتسهل علينا بكتير. وكمان هنعمل لكم المقادير بالكوبايه، صح يا توته؟ صح يا أحمد. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا اتعملت. المقادير الغريبه بقى اسهل منها مفيش. ما عندناش عجان، هنضرب بالمضرب اليدوي الكهربي. لو ما عندناش العجانه تمام. انا عشان عندي العجانه فهستخدم الكف وهستخدم العجان بتاعنا. يلا بينا بقى اوريكم المقادير. مقادير مفيش اسهل منها، ضعف الضعف الاقل. يعني 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنه، كوبايه سكر. لو هنعمل كوبايه سمنه واحده يبقى مع كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، ورشه ملح اللي هو عشان السن. اول حاجه هبتدي احطها في العجان اللي هي كوبايه السمنه. طبعا مش هنخلي حاجه في الكوبايه لان حرام. هنجيب معلقه واحط فيها، احط السمنه فيها. سمنه بلدي صافي دي. ايوه، دي سمنه بلدي مسيحينها، ريحتها حلوه قوي فعلا، يعني مش هسيب منها حته. تمام. وابتدي احط معاها السكر سريعا كده، ابتدي احط معاها السكر البودر وهضربهم لحد ما يبقوا كريمي. معانا بقت شبه الكريمه، الزبده افتحت. حط كوبايه دقيق، بعد كده احط كوبايه تانيه. كوبايه تانيه، وهقلب على الهادي. خلاص ضربتها، نشيلها بقى من العجان. شكرا جزيلا على العجان، مش عايزينك تاني. هنزل بس كل الغرايبه اللي محطوطه في الميكسر ده كده. نشيلها، ناخد الاطراف. بصوا احنا ممكن نزود لها رشه دي عشان انا ما حطيتش كوبايتين كاملين، حطيت كوبايتين الا ربع، فهم هتحتاج ربع كوبايه كده رشه. وهقلب بسم الله. المفروض بقى العجينه دي تتحط في التلاجة لمده نص ساعه، نغطيها كويس وتتحط لمده نص ساعه، من نص ساعه لساعه. بعد كده هتبتدوا تكوروها. بوريكم بس كوره منها. هي بصوا ما بتلزقش خالص في الايد اهي. بصوا الكرة هنضغط عليها كده من النص. عايزين تحطوا فستق حطوا، عايزين تحطوا لوز حطوا، عايزين تحطوا البلي اللي هو بتاع الحلويات بالظبط كده حطوه. هجيب صينيه ونرصه سوا. وابتدى احمد يكور في الغريبه. انا مش عارف توتا عملت اللي لا دي انا ازاي، بصور انا النهارده. مش فاهم هي عملتها ازاي، يعني شكلها لذيذ مالها ما جميله اهي. قوي. هي لازم كبيره في حفرة شويه. جوه. ايوه عشان تحط لوز بقى او بندق او فستق. هو اللوز والبندق بيتحط دلوقتي، يعني بيتحطوا قبل ما يتحط في الفرن. هتفرق مش لما ايه؟ انا يطلع. عامله لهم حفره غويطه عشان ما يقعش. بصوا احنا كورناها اهي عشان بس ما نطولش عليكم بالفيديو. هبتدي احط، لو انتوا عايزين بقى تحطوا مثلا فستق هتحطوا الفستق وتضغطوا، تحطوا اللوز وتضغطوا،
البلي اللي هو اللولي اللي هو ده تضغطه تعملوه كده. ما زي الحفره بتاعتي اهي. لا لو ساده، وهندخلها الفرن يكون واطي على درجه حراره 120 ل 150 على حسب الفرن بتاعكم. لازم يكون النار بتاعته هاديه. هنحطه في الرف اللي في النص لحد ما تستوي معانا. المفروض الغريبه ما بتاخدش لون، بتستوي بس لحد ما تبقى لونها ابيض فاتح جدا، بعد كده بنخرجها. النهارده الغريبه بتاعتنا احنا كده بعد ما طلعناها في الفرن من الفرن ورصيناها زي ما انتوا شايفين. انتوا هتلاقوها حجمها كبير شويه عشان احنا كورناها كبيره. لو عايزين صغيره كوروها صغيره. او كل واحد بيعمل بقى يعني الحجم اللي هو حبه، فاحنا كبرناها شويه. يا رب الوصفه بتاعتنا تعجبكم وتقولوا رايكم فيها، وتكتبوا لنا لايك وكومنت حلو على الفيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب. وكل سنه وانتم طيبين. ورمضان كريم.